ازيكم يا جيمرز، اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حكاية جيمر. النهاردة معانا اللعبة اللي كسرت الدنيا، اللي العالم كله قاعد بيتكلم عنها لغاية النهاردة. اللعبة اللي فيها اكتر قصة دراما ومجنونة شفناها في سلسلة جي تي ايه، واللعبة هي اسمها جراند زيف اوتو 5. بس احنا بالمصري العامي بتاعنا بنسميها جاتا 5 او جاتا في. اللعبة نزلت سنة 2013 من شركة مشهورة ومعروفة أكيد كلنا سمعنا عنها، وهي روك ستار جيمز. بس لحد دلوقتي الناس بتلعبها كأنها لسه نازلة امبارح. النهاردة بقى هنحكي لكم قصة كاملة بالتفصيل الممل، من أول رصاصة اتضربت في سرة البنك اللي هي في مدينة لوندورف، وكل ده هنعرفه مع الأحداث القصة، لحد آخر قرار مصيري بياخده فرانكلين. يلا نبدأ من الأول وبسم الله فلنبدأ. القصة بتبتدي من 9 سنين قبل الأحداث الرئيسية في مدينة صغيرة ثلجية اسمها لوندورف. بس قبل ما أحكيلكوا قصة سرقة البنك، هي مبدئيا اسمها سرقة لوندورف. تمام، كنت عايز أحكيلكوا عن مايكل، إن مايكل دوت هو أساس اللعبة. اسمه مايكل تاونلي، بس غير مع أحداث القصة غير اسمه لمايكل تي سانتا. تمام، مايكل كان عايش حياته الإجرامية مع 2 أصدقائه، واحد اسمه تريفر والتاني اسمه براد. تمام، وبراد مش هنتكلم عنه كتير لأنه اتقتل في أول بداية القصة، يعني ملوش لازمة أوي، بس اللعبة ذكرته. المهم، مايكل كان عايش حياته الإجرامية عنيفة جدا. كان بيقعد يحارب ويهجم على بنوك ويسرقها، يعني تمشي أول عملية سرقة بنك ليه. تمام، المهم فجي في يوم تعب وبقى عايز، وشاف واحدة حبها، حب يتجوزها، وهي اللي هنعرف مع الوقت ان هي اسمها بس قبل ما نعرف اسمها، لو انت لسه معملتش لايك ومتابعة انزل اعمل لايك ومتابعة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اماندا. تمام، هو بقى عايز يسيب حياته الإجرامية عشان يحافظ على عياله، وعشان يحافظ على مراته أماندا وعياله اللي هم تريسي وجيمي. فكان لازم يبطل، فحاول يكلم أصدقائه لكن هم قالوا له أنت أكيد بتهزر. الأصدقاء اللي هم تريفر وبراد قال لهم لا أنا عايز أبطل وكده عشان عيلتي. المهم فهم بيرفضوا وما بيوافقوش، فهو عشان يخلص منهم بيتفق مع واحد من الاف بي اي، النقيب بتاعه في الاف بي اي. اتكلم معاه، اتفقوا مع بعض ان هو مايكل يسلمه براد وتريفر مقابل ان هو يسيب الحياة الإجرامية ويتعمل له ملف جديد واسمه يتغير ويعيش في مدينة جديدة. فكل ده هنعرفه مع القصة. وقبل ما نبدأ عايز اقول لك صلي على النبي يا صديقي في الكومنتات، ويا رب الفيديو عجبكم، وبسم الله فلنبدأ. ونرجع للقصة اللي هي بتبتدي من 9 سنين قبل الأحداث الرئيسية في مدينة صغيرة ثلجية اسمها لوندورف. زي ما قلتلك، المدينة دي في حتة اسمها نورث يانتوتون. هنا بنشوف عملية سرقة بنك بيشارك فيها زي ما قلتلك في الأول يا صديقي مايكل تاونلي، وهو ده العقل المدبر والراجل اللي بيخطط لكل حاجة في اللعبة. هو الشخصية الرئيسية في اللعبة كلها، اللي من خلاله بتبتدي بقى أحداث القصة وبتدي حاجات تختمها. تمام، تاني شخص معانا هو تريفر فيليبس، زي ما قلت لكم برضو، الراجل اللي دايما أول واحد يضرب بالنار قبل ما يفكر، ما عندوش مخ، دراع هو إيه، هو سلاحه، بيحب يتخانق، أي حاجة ما بتعجبوش بيغير. وكنت عايز أكلمكم عنه، ده إنسان نضيف جدا، ما بيحبش يعيش غير في الأماكن الراقية، وما بيحبش ياكل غير من أغلى الأكل، وإنسان نضيف يعني من الآخر. تمام، وبراد صديقهم التالت زي ما قلت لكم مش هنتكلم عنه كتير لأن هو للأسف بيتقتل في بداية اللعبة. تمام، العملية في الأول ماشية تمام، بياخدوا الرهائن، مركبين الديناميت جوه الخزنة، قنبلة تقوم مرة واحدة القنبلة منفجرة وبيحصل زلزال قوي. المهم الخزنة بتتفتح ومايكل وأصدقائه بيتجمعوا عشان يخشوا يلموها، وفعلا بينجحوا وبيدخلوا وبيسرقوا كل الفلوس اللي موجودة فيها. تمام، بس بيقابلهم واحد بتاع أمن، ومن هنا بتبتدي القصة. هقول لكم ليه. إن أول ما بتاع الأمن بيمسكوا على طول بيغلقوا القناع، بيقول له أنا رأيت وجهك وسوف أتذكرك.
راح فمايكل هيقول له بداية القصة بقى كلها، هيقول له انت تنسى جميع الاشياء في يوم واحد فليكن هذا واحدا منهم. وفي ساعتها بينتقل على صاحبه تريفر وبيقتله الحارس. تمام. ومايكل بيقول له انا كنت هتقتل وكده، وبعد كده بيهربوا بس ما بيعرفوش لان هما بيجروا. هما في باب برضه حاطين له، كان هيحطوا له قنابل عشان يفجروه، فهيتصلوا عليه والباب ده هينفجر خلال لحظات. تمام. بعد ما الباب اتفجر هيعوزوا يهربوا، هيجوا يفتحوا الباب هيتفاجئوا بقى ما هم مفكرين ان هم هيركبوا العربية وبرافو المهمة خلصت، لكن للأسف بيلاقوا الحكومة طب عليهم بالخمس نجوم. تمام. وهو في تبادل اطلاق نار جامد، بيحاولوا ان هم يهربوا ولكن للأسف ما بيعرفوش يهربوا، بيفضلوا يضربوا بالنار واحنا بنبقى بنلعب بشخصية تريفر، او حسب انت يا صديقي لو بتحب مايكل بتلعب بشخصية مايكل. تمام. فالمهم بيحاولوا انهم يدافعوا عن نفسهم، فانا هحاول اختصر لكم الاحداث دي لان هي ملهاش لازمة، وننط على طول لحادث ان هما ماشيين في الطريق وبيركبوا العربية، ويبقوا 4 أصدقاء مايكل وتريفر وبراد والسواق بتاعهم. تمام. فهم فكروا ان الحكومة بتجريش وراهم ومفيش اي حاجة وتمام وبيهزروا، لكن بيتفاجئوا بان الحكومة قلبة الدنيا وراهم، والحكومة بتجري وراهم عشان يمسكوهم. فتريفر بيضرب عليهم بالنار بالام 4 عشان يقتلهم، وللأسف السواق بتاعهم بيتقتل فبيرموه من العربية ومايكل هو اللي بيسوق. تمام. فبيقلبوا عربية الحكومة وفرحانين بيها وكده. المهم بيكملوا طريقهم ويفضلوا ماشيين لغاية ما هيوصلوا لمكانهم، بس الحكومة مش سايباهم، الحكومة بتجري وراهم وقلب الدنيا. تمام. فالمهم بتيجي اللحظة الصعبة وهي القطر بيبقى جاي، هما بيفكروا انهم هيعدوا لكن للأسف ما بيعدوش، والقطر بيخبط فيهم من ورا وبيخليهم يخبطوا في العمود والعربية بتتعطل، وبيبقوا موجودين في قرية غريبة كده. فالمهم بقى بيسألوا بعض انتوا كويسين مش كويسين، انا طبعا حطيت لكم الترجمة تحت برضو عشان تفهموها. المهم فهم بيفكروا ان هم زاغوا من الحكومة لتالت مرة، لكن للأسف هيلاقوا ان الحكومة طبت عليهم وهم بيحاولوا يهربوا من المكان. تمام. اللي انا عايز احكي لكم بقى ان مايكل كان بيكره عملية الاجرام. الاول كان مجرم شرير يعمل اي حاجة، كان بيشتغل في اي حاجة تجيب فلوس، سواء كان بيتاجر في المخدات، كان بيسرق بنوك زي مدينة لوندورف، سرقة مدينة لوندورف. جه في يوم شاف واحدة جميلة وهي اسمها أماندا، حبها واتجوزها وخلف واحد اسمه جيمي والبنت اسمها تريسي. تمام. فكان عايز يسيب حياة الجريمة عشان يأمن لهم مستقبلهم. فاتكلم مع صحابه اللي هو براد وتريفر، اتكلم معهم أكتر من مرة، لكن للأسف هما ما كانوش راضيين يسيبوا حياة الإجرامية وحياة الجريمة. فهو عشان يسيب الحاجات دي اضطر انه يتفق مع واحد من الاف بي اي. تمام. على ما اتذكر ان اسمه ديف. المهم فكان بيتفق معاه على انه يسلم له تريفر وبراد مقابل ان هو يسيبه هو في حاله ويغير له هويته ويسكنه في حتة بعيدة عن اعين الناس. مش عايز احرق الاحداث بس مضطر ان اقول لكم ان هي هتبقى في مدينة لوس سانتوس، وكل ده هنعرفه مع الوقت. المهم هو بيكون اتفق مع ديف ده على ما اتذكر يعني اسمه ان هو يقتل او يحبس تريفر وبراد. تمام. لكنه للاسف بيخطئ. المهم بيضرب النار على براد وبراد بيموت. تمام. تريفر بيستخبى ومايكل بيحاول ينقذ براد، لكن للاسف ديف بيضربه برضه بالنار. تمام. بس مايكل ده كان من اتفاق مايكل مع العميل الاف بي اي. ده كان اتفاقهم معاه ان هو يتظاهر بانه مات لكنه ما ماتش عشان يبعد عن تريفر وبراد. تمام. تريفر عمال يكلمه بيقول انا بنزف وبموت، امشي انت يا تريفر امشي انت، هو عمال يقول له لا مش همشي. وتريفر بيتعصب وبيضرب نار على الحكومة، لكن الحكومة بتكتر عليه وما بيقدرش ان هو يحاربهم لوحده. تمام. فبيضطر انه يهرب. وده هو بارت 1 من نفس الحلقة اللي احنا اتكلمنا عنها.
ان شاء الله في الفيديو الجديد هكلمكم بقى عن الجزء الثاني من اول ما بيروح مدينة لوس سانتوس، اللي هو مايكل يعني. اول ما بيروح لوس سانتوس، بس المرة دي هتبقى حلقات طويلة. انا الحلقة دي حبيت ان اختصر فيها بس عشان انتوا اكيد كلكم على الاقل لعبتوا اول جزء من لعبة جي تي اي في، واكيد عارفين كل حاجة عنه. تمام، فمش محتاجين يعني، فانا حبيت اقول لكم حاجات خفيفة عنه. تمام، لكن انا ان شاء الله الحلقة الجديدة هتنزل قريب برضو. انا عارف ان انا اتأخرت عليكم جامد في الفيديوهات، بس المهم يعني اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، وهنعمل ان شاء الله فيديو حلو وجديد يعني من لعبة جي تي في. ده هنعرفه مع الوقت على قناتنا حكاية جيمر وبالتفصيل، بس اهم حاجة تابعوني على القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنساش تعمل لايك واستنى تختيم افضل واشهر لعبة في التاريخ وهي جي تي في. ويا ريت تكتب كومنت تقولي عايز اعمل الحلقات الجديدة عن ايه، رايك يهمني يا صديقي، خد بالك. واتمنى انك تكون انبسطت بالفيديو، ويا رب اشوفكم على خير. كان معاكم معد الحلقة صالح علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.